35 تابوت وكلهم متبطنين بالزنك، وفي نص البدروم كان في كرسي لونه احمر وشمعة كنيسة بس كبيرة وازازة شمبانيا فاضية. صباح مساء خير عليك يا جدع. النهارده اولى حلقات برنامج كما لم تراها من قبل، اعداد الاستاذه فرح، تقديم واحد فاضل له سلسله فضه ويبقى حرامي. تصنيف البرنامج ليس له تصنيف، والنهارده المفروض احكي لك عن فيرا رينزاي، او بيقولوا عليها الارمله السوداء او سيده السم او سيده فيرا كركول، وما تقوليش نطقتها ازاي. دي بقى جدع قاتله متسلسله رومانيه متهمه بتسميم 35 شخص بحالهم، وفي وسط ال 35 دول في منهم 2 كانت متجوزاهم اصلا، غير العشاق بقى. هي كانت مره مزواج ومره عشاق، فكان في كان في عشاق متعددين. واقول لك على حاجه كمان، وابنها من وسطيهم، وكلهم ماتوا بالزرنيخ. وانا متفاجئ زيك ان مفيش اي تفاصيل ممله في قصه المزه رينزاي دي ولا القاتله رينزاي دي. تفاصيل ممله زي تواريخ الميلاد، او اتجوزت امتى، تم اعتقالها امتى، حتى وفاتها امتى، كله امتى كله محدش يعرف. وانما لقد نشر الصحفي اوتو بوليشوس اقدم مقال في الولايات المتحدة، وده كان في 1925، مش قديم قوي يعني بالنسبة لي. ودلوقتي خلينا نتعرف على مين فيرا دي. وفقا لبعض الروايات ان فيرا اتولدت في بوخارست سنة 1903. معرفش، قالوا مفيش تواريخ، والتواريخ جت ايه، بس بالنظر للتواريخ المزعومة لجرائمها فيبقى تواريخ اواخر القرن ال19 هتكون ملائمة اكتر للموضوع. غير ان الروايات اللي عن حياتها مفيهاش ادلة موثوقة نقدر نتحقق منها. ام فيرا ماتت وهي عندها 13 سنة، فيرا اللي عندها 13 سنة، ومشيت هي ووالدها لبير كركول اللي هي كانت يوغوسلافيا واللي هي صربيا دلوقتي. في دبانة ده انا واخد الموضوع جد وظابط الدنيا ايه. المهم يا جدع، وقتها التحقت بمدرسة داخلية، ولما سنها وصل 15 سنة مبقاش حد عارف يملكها بشكل واضح جدا، محدش عارف يمشي كلامه عليها. كانت بتهرب من البيت دايما مع اصحابها، معظم اصحابها اكبر منها في السن، بس فرق كبير مش فرق صغير. واصدقائها زمان يعني قالوا عليها ان هي بتبقى مرضية جدا لما بتبقى في وسط شباب كتير، او ان يكون اصحابها كلهم من الذكور. غير ان طبيعتها كانت غيورة جدا، وفي نفس الوقت زي ما يقولوا كريبي كده ومريبة. وقبل ما توصل لسن ال20 بحاجات بسيطة اتجوزت لأول مرة. اتجوزت راجل نمساوي غني اسمه كارل شيك، وكان اكبر منها بسنين كتير، وجابت طفل، وده كان اول طفل ليها طبعا، اسمه لورينزو. وبما انها كانت دايما في البيت وقت ما يكون جوزها في الشغل، فعشان طبعا قالوا ان هي غيورة اصلا، فبدأت فعلا تشك وتحس ان هو بيخونها. وفي احد الليالي ونوبة الغيرة على اخرها، فيرا جابت كوباية النبيذ لجوزها وحطت له الزرنيخ فيها بنت المجانين، وكمان بدأت تقول لعيلتها واصحابها والناس القريبة منها يعني ان جوزها اتخلى عنها وعن ابنها وسابهم ومشي. وبعد سنة عن اللي حصل ده، فيرا فجأة قالت ان هي سمعت او جالها خبر وفاة جوزها في حادثة عربية اللي هي سممته اصلا. وبعد وقت قصير جدا من ان هي قالت ان سمعت ان جوزها مات في حادثة عربية، اتجوزت للمرة التانية، والمرة دي اتجوزت واحد قريب لسنها شوية، وبرضه علاقتهم ما كانتش احسن حاجة، ورجعت تعمل نفس الموقف وتشك في جوزها وتحس ان هو بيخونها. وبعد كام شهر من جوازها قالت لعيلتها واصدقائها والقريبين منها نفس الكلام عن جوزها الاول، وان هو سابها ومشي. وزودت كمان وقالت ان هو ساب لها رسالة بان هو هيسيبها ويمشي، وان هو مش هيرجع تاني الى ما لا نهاية. وده كان اخر جواز ليها، وما اتجوزتش تاني. ورغم ان هي ما اتجوزتش تاني، بس قلة الادب ما تخلاش، لانها قعدت سنين بعد المواضيع دي بتعمل علاقات سرية مع رجالة متجوزين وغيرهم طبعا مش متجوزين. وكان عندها علاقات كمان علنية، الناس عارفة ان هي في علاقة مع الشخص ده. والاغرب ان انواع الرجالة اللي بتعمل علاقات معاهم كانوا غير بعض في الطبقات الاجتماعية. والاغرب ان هم كانوا بيختفوا بعد كام شهر من اول ما يبقوا في علاقة معاها، وفي علاقات تانية كانوا بيختفوا بعد اسابيع كمان. وعشان تبعد الشبهات عنها، كانت اي علاقة علنية ليها بتخترع قصص، تخترع حركات كده تقولها ان الرجالة دي غير مخلصة مثلا، او سابوها ومشوا او اتخلوا عنها. المهم ان هي الملاك البريء، وان هم اللي وحوش. وزي ما تعودنا، فيرا جت في عشقها
الأخير وسممته، وده كان موظف في بنك وكان اسمه ميلوراد وكان متجوز أصلا. ومرات ميلوراد راحت بلغت الشرطة عن اختفائه، والشرطة تجاهلت كل كلامها، بس مرات ميلوراد فضلت تدور عليه برضه. وفي وسط ما هي بتدور اكتشفت إن فيرا كانت عشيقته، ورجعت للشرطة وقالت لهم على كل اللي هي عرفته وعلى موضوع إن فيرا دي كانت عشيقته، والشرطة استجابت لها المرة دي وبعتوا مفتشين لقصر فيرا. وفعلا فيرا اعترفت للشرطة بإن هي كانت عشيقة ميلوراد، بس قالت إن هو سابها ومشي ومتعرفش عنه حاجة. وطبعا الشرطة في أسرع مما يمكن كانت صدقتها بسبب طبعا جمالها، ثروتها، وسمعتها اللي ما فيهاش حاجة. مش عارف ازاي سمعتها ما فيهاش حاجة، بس هي كانت محافظة عليها. فالشرطة في الطبيعي وقفت بحث عن ميلوراد ده، بس مراته طبعا ما وقفتش ورجعت للشرطة تاني وبدأت تسأل أسئلة كمان، وبدأت تقول لهم طب فين جوز فيرا وفين ابنها وازاي عايشة لوحدها، أكيد في حاجة غلط بتحصل. وقالت لهم كمان إن هي سمعت إن كان ليها عشاق كتير واختفوا، ففي حاجة غلط. فالشرطة رجعت لفيرا تاني، معرفش الشرطة اللي رايحة جاية دي، بس المرة دي بقى فيرا أنكرت إن هي تعرف ميلوراد أصلا أو حتى إن هي كانت على علاقة بيه. وطبعا ده عكس اللي قالته في التحية الأول إن هي كانت تعرفه، وبالعكس بقى المرة دي كان الشرطة معاها دليل أصلا إن هي تعرف ميلوراد، كان معاهم رسالة غرامية كانت هي كاتباها لميلوراد أصلا. فطبعا الشرطة عرفت تعمل مذكرة تفتيش لقصر فيرا، وفعلا راحوا القصر وبدأوا تفتيش. ومع بداية التفتيش اكتشفت الشرطة إن في بدروم تحت القصر على شكل دائري يعتبر تحت الأرض، ولقوا في البدروم ده أو لقوا في القبر ده 35 تابوت وكلهم متبطنين بالزنك. وفي نص البدروم كان في كرسي لونه احمر وشمعة كنيسة بس كبيرة وازازة شمبانيا فاضية. وفيرا قالت لهم ان التوابيت دي فيها عيلتها، بس الشرطة اصرت ان هم يفتحوا التوابيت ويتأكدوا بنفسهم. ولما فتحوها لقوا جثث رجالة متحللة، وطبيعي ان تم القبض على فيرا. ووقتها عملوا معاها واعترفت ان هي سممتهم كلهم بالزرنيخ لانها حست ان هم بيخنوها، عشان كده عملت اللي عملت. وقالت ان في منهم بدأوا ما يهتموش بيها زي الاول عشان كده سممتهم برضو. وكمان لو طبعا جوازها الاتنين موجودين في التوابيت دي. الغريب بقى ان هم لقوا ابنها لورينزو كمان في وسط التوابيت دي. في مصادر بتقول ان لورينزو كان عنده 10 سنين لما حصل له كده، وفي مصادر تانية بتقول ان لورينزو كان شاب كبير لما حصل له كده. واعترفت فعلا ان هي اللي سممت ابنها لانه اكتشف اللي بتعمله وخافت ان هو يفضح سرها، يلا مع السلامة معاهم. واعترفت كمان انها كان اوقات كانت بتحب تقعد على الكرسي اللي في نص المقبرة اللي كانت عاملاها، وكانت بتحب تبقى متحاطة او محاوطة بتوابيت عشاقها. ادونا فرصة بقى نعرفكم ما هو سم الزرنيخ. سم الزرنيخ هو نوع من المواد المسرطنة، بيكون لونه رمادي او فضي واوقات بيبقى ابيض كمان، ملوش ريحة. وعشان يحصل تسميم بالزرنيخ لازم الشخص ياخد منه كميات كتير حتى لو بالاستنشاق بس. وشدة التسمم بتاعته بتعتمد على شكل الزرنيخ نفسه والمدة اللي تعرض ليها الشخص للزرنيخ. والزرنيخ ممكن تلاقيه في كل الاشكال العضوية والغير العضوية كمان، والغير عضوية بتبقى اكثر سمية عن العضوية. نرجع بقى لفيرا اللي متهمة ب35 قضية قتل. بالطبيعي يعني مش محتاج اللي انا اقول لك ان هو اتحكم عليها بالاعدام، بس يوغوسلافيا في الوقت ده ما كانتش بتحكم على الستات بالاعدام، فاتحكم عليها بدل كده بالحكم المؤبد مدى الحياة. ووقت محاكمتها بدأ يظهر عليها ان هي الذاكرة بتاعتها مش مظبوطة، وبدأ يظهر عليها الهذيان، وحالتها اتدهورت اكتر واكتر كل ما قعدت في السجن اكتر، لحد ما انتهى الامر يا سيدي. وكيف انتهى الامر يا سيدي؟ انتهى بان هي بقت تتكلم مع الضحايا بتاعتها وهي في السجن وبتصرخ عليهم وبتقول الفاظ زي ما الديبو كان بيقول، بس انا بقيت محترم دلوقتي وشلت المسؤوليه خلاص. وتوفيت وتوكلت على الله الاستاذه فيرا سنه 1960. وفي مصادر تانية بتقول ان هي ماتت اول ما دخلت السجن على طول. بس يا جدع انا عايز اسالك سؤال، هو الغيره والشك ممكن يوصلوا للدرجه دي؟ فقول لي انت يا جدع، لو انت بتغير عليا تعمل فيا كده وتديني زرنيخ يا ولا؟ تنساش تعمل لايك وشير وكومنت. ومع الجاي يا حبيبي، مع الجاي يا بابا، احب اقول لكم الله يبارك لكم، خد بوسه. اتمنى 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 اتمنى، وانت عارف انا بتمنى ايه. يلا سلام.